موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم إلهنا يا ملاذ من لا ملاذ له، يا ملجأ من لا ملجأ له، يا ركن من لا ركن له، يا مدبر من لا مدبر له، يا حافظ من لا حافظ له. اللهم إنا نستودعك سوريا من مكر الماكرين وكيد الكائدين وإسراف المسرفين. اللهم إنا نستودعك أهلها، اللهم إنا نستودعك أهلها وأمنها وأمانها وليلها ونهارها وأرضها وسماءها. اللهم إنا نستودعك إخواننا هناك، نستودعك رجالهم ونساءهم وأطفالهم وأعراضهم وأموالهم ومساكنهم ومقدساتهم يا رب العالمين. اللهم يا من قلت وقولك الحق، ألا لعنة الله على الظالمين. اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار. اللهم يا حي يا قيوم يا من قلت قولك الحق، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لم يره أحد. اللهم إنك تراه وتقدر عليه وتقدر عليه وتقدر عليه. يا قادر يا قادر يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك بجنده وإخوانه وأعوانه وأنصاره ومن أيده من قريب أو بعيد، ومن أيده من قريب أو بعيد. اللهم شل أركانهم، عطل مفاصلهم، صم آذانهم، جمد الدماء في عروقهم. اللهم جمد الطعام في أمعائهم. اللهم سلط عليهم، اللهم سلط عليهم الأسقام. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعلهم إذا قاموا يتألمون، وإذا قعدوا يتألمون، وإذا اتكأوا يتألمون. كثر آلامهم، كثر آلامهم، حل بينهم وبين آمالهم. لا ترفع لهم راية، لا تحقق لهم غاية، اجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم إنهم زعموا أنهم لن يغلبوا، وأنت القائل وإن جندنا لهم الغالبون. اللهم اغلبهم، اللهم زلزلهم، اللهم انصرنا عليهم. اللهم أرنا فيهم، أرنا فيهم، أرنا فيهم، وأسمعنا عنهم ما يسر القلب ويبهج الفؤاد. اللهم اجعلنا ممن صدقك في دعائه وتأمينه. اللهم اجعلنا ممن صدقك في دعائه وتأمينه. اللهم اجعل لدعائنا في السماء قعقعا، واجعلها ساعة إجابة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم
اجعلها ساعة إجابة. اللهم استجب دعاءنا بتأمين الشيخ الكبير، بتأمين الشيخ الكبير، بتأمين الأم الحنون الرؤوم، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول لنا ولا قوة إلا